السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل يوم محتارين في الغدا ومش عارفين نعمل اكل ايه النهارده. ودايما بيكون يا كفته ومكرونه يا بانيه ومكرونه. احنا النهارده بقى هنعمل كفته. طريقتها سهله جدا وجديده جدا، مختلفه عن كل انواع الكفته اللي جربتوها. متاكده ان شاء الله ان هي هتعجبكم. هنضيف لها شويه مكونات كده هتديها طعم حلو جدا، وهتزود الكميه معايا. يعني من ربع كيلو لحمه كده هتقدري تغدي 4 5 افراد. تابعوا بقى معايا الفيديو علشان تعرفوا عملناها ازاي. بس اهم حاجة تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. انا عندي هنا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، فيها نسبة دسم الى حد ما. ومعايا هنا معلقتين كبار من البقسماط الناعم. عندي هنا معلقة كبيرة من بهارات الكفتة، ممكن نستبدلها ببهارات مشكلة. معايا هنا بصلاية متوسطة مفرومة ناعم. هستخدمها بالمية بتاعتها. انا معايا بقسماط هيشرب لي كل السوائل، والبهارات الكفتة كمان فيها مادة بتشرب السوائل. عندي هنا ربع معلقة من الفلفل الأسمر ورشة من ال7 بهارات، ومعلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة من الملح. معايا بقدونس مفروم معلقة كبيرة، وبضاية. وعندي هنا مكون برضو بيديني طعم كريمي وحلو جدا للكفتة. جربوه ان شاء الله هيعجبكم، ما بيغيرلوش طعم الكفتة خالص. انا سلقت بطاطساية كده متوسطة، بطاطساية متوسطة. سلقتها بقشرها وهرستها كده. بعد ما اتسلقت قشرتها وهرستها كده. يا ريت تسلقوها بالقشر عشان ما تشربش مية ويبقى فيها سوائل كتير كده وناعمة تفكلي معايا الكفتة بالشكل ده كده. البهارات بتاعة الكفتة بيكون فيها ملح، فانا ما زودتش الملح. هاخد بقى الخليط بتاعي ده كله هعجنه عجنة كويسة جدا بايديا كده، يا اما تنزلي بيه في الكبة كده لفة واحدة. انا عايزاها تطلع الانسجة بتاعة اللحمة، وفي نفس الوقت كده كل الحاجات اللي عندي دي تختلط ببعضها وتحس ان هي بقت حاجة واحدة، ما يبقاش باين فيها بطاطس او اي حاجة. انا حبيت اضيف لها هنا معلقة من الصلصة بتديها طعم حلو جدا. وكمان عندي هنا ربع معلقة من البيكنج باودر، نسيت اضيفها في الاول. انا بحب احطها للكفتة دايما، تخليها هشة كده ونافشة من جوه. عجنت بقى المكونات بتاعتي كويس جدا. الكفتة بتاعتي بتبقى ملزقة شوية، فانا هاخد كده دهنة زيت في ايديا وهبدأ اشكلها. انا حبيت اعملها على شكل اقراص كده شبه البرجر. انتي ممكن تعمليها زي ما انتي عايزة، صوابع او كرات على زي الميت بولز كده، زي ما تحبي. بس انا قلت تغيير يعني هعملها كده شكل قرص افضل بالشكل ده كده. وطبعا بعد ما اشكلها لازم ادخلها التلاجة ربع ساعة تقريبا بس تبقى متماسكة معايا كده. اي كفتة لما بندخلها التلاجة الاول ربع ساعة كده بتشمع معانا وبتبقى حلوة جدا. وانتي بتسويها بتبقى ماسكة كده نفسها بالشكل ده كده. هخلص الكمية بتاعتي كلها زي ما قلت لكم وادخلها التلاجة. انا مش عارفة انا كنت ماسحة المقطع ده ايه اللي رجعه تاني. ما شاء الله ادتني كمية كويسة جدا، يعني الربع كيلو طلع معايا 11 قطعة. لو عملتيهم صوابع برضو هيبقى معاكي نفس الكمية ويمكن اكتر. حلوة جدا واقتصادية إلى حد ما. عندي هنا طاسة أنا سخنتها ودهنتها كده دهنة من الزيت. يعني معلقة صغيرة كده من الزيت، وهبدأ أشويها فيها على البوتاجاز من فوق. ممكن تدخليها الفرن، ممكن تقطعي تحتها بطاطساية كده وطماطماية وفلفل وبصل وتدخليها الفرن وتبقى غدا حلو جدا. زي ما شفتم أنا عملتها مع مكرونة، ممكن انتي تعمليها مع رز بسمتي أصفر، هتبقى حلوة جدا، أو تاكلوها بعيش وطحينة زي ما بتحبوا. انا بس في الاول الطاسه كانت سخنه جدا فاخدت معايا لون شويه، انا ما كنتش عايزاها تاخد اللون ده. بعد يعني في المره التانية هقلبها على طول علشان تستوي معايا ويبقى لونها هادي كده وخفيف. انا بنزلها والنار سخنه وبعدين ببدا اهدي النار عليها شويه، بتبقى الى حد ما كده وسط. ما شاء الله هي بتستوي معايا بسرعه لانها احنا مشكلينها رفيعه. وحاولي تخليها رفيعه وانتي بتشكليها علشان هي لما بتنزل على النار بتلم شويه، فبتحس ان هي بقت تخينة شوية كده والدايرة بتاعتها بقت صغيرة بالشكل ده كده.
ما شاء الله كميتها كويسة جدا. هشيل بقى دول كده استووا معايا، بس انا هرجعهم تاني وانا جايه افحمها. انا عملت لها فحمه خلت ريحتها حلوه جدا واديتها طعم حلو. طبعا انت براحتك، لو مش عايزه تعمل لها فحم مفيش مشكله خالص. دي بقى هبدا اقلبها على طول علشان ما تاخدش مني لون غامق. ممكن تعمليها صوابع وتدخليها تحت الشوايه على طول. بتاخد لون معاكي حلو جدا وبتستوي بسرعه. هي فعلا ما بتاخدش وقت خالص في السوا، وما بتنشفش معانا خالص، بتبقى جوسي كده من جوه وطعمها حلو جدا. البطاطس بتديها طعم كريمي كده، ما بتخليش فيها شدة للحمة. ما شاء الله جميلة. انا جبت كل الكمية هنا علشان اعمل لها فحمة زي ما قلت لكم، بس هي ما ظهرتش معايا. وهطفي عليها بقى، وانا عندي هنا الصلصة بتاعت المكرونة. طبعا كلنا بنعرف نعملها. انا بعمل طماطم بس كده في مكعب زبدة ومعلقتين زيت. بحط لهم مكعب مرق الدجاج وملح وفلفل اسمر وشوية من السبع بهارات. ممكن رشة توم بودرة وبصل بودرة، وبقلب فيهم المكرونة كده. بحب اشوحها فيهم يعني يستووا في بعض شوية، مش بقلبها وانزلها على طول، بسيبها معاها كده تتحمر شوية. هنبدأ بقى نغرف الطبق بتاعنا. ما شاء الله الكمية كويسة وبتكفي عدد كبير. ان شاء الله لو الفيديو عجبكم تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، علشان احنا داخلين على رمضان بقى، نعمل سلسلة حلوة كده للفطار. نوعا ما تكون اقتصادية. طبعا في الأيام دي مش هنقدر نقول على أي حاجة اقتصادية أو رخيصة، لأن كل حاجة بقت غالية جدا. أتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وياريت تعملوا له لايك وتشيروه مع أصحابكم، وأشوفكم بإذن الله في فيديو جديد. مع السلامة.